الفل صباح الهنا. معانا فرخه الا ربع كده. تعالى نعمل ايه؟ طبق ملوخيه ناشفه كده عليها. اهي غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل اهي. هننزل ببصلايه، جزرايه، مرقه دجاج، جوز الطيب انا حطاه في الميه، ملح، ورق لوري. هنعمل بقى طبق لسان عصفور كده جنب طبق الملوخيه والفراخ. اكل بسيطه وسهله جدا، مفيهاش تعب ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. ما تنسوناش باللايك يا حلوين واشتراك في القناه. خلاص حمرنا لسان عصفور، بس انا بحب اتك عليه شويه، يعني ايه، هديله كمان تقليب لاني بحط له الشوربه واطفي عليه عبال ما اجي اغرف وكده يكون هو ايه، استوى على البخار. ما بحبش اغلي لسان عصفور كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ملوخيه ناشفه منضفاها، بعملها مره معاكم في التنظيف عشان ايه تشوفوا. حطيت حته توم وكزبره هنا نيه على الملوخيه، وهنا ايه التقليه اهي بحته السمنه. فورفوره واحده، ما بخليش الملوخيه تغلي كتير، وحط لها مرقه دجاج. نعمل ايه كده. واو واو على الجمال. عايزه اقول لكم الملوخيه الناشفه دي بحبها جدا جدا جدا، وزي العسل. ملوخيه فلاحي بقى، واحده ايه بتبيع الزبده والحاجات دي بشتريها منها. ادي اكلنا اهو سهل وبسيط. ادي لسان عصفور، ملوخيه الناشفه دي عسل. ادي اللفت بتاعنا اللي عملناه اهو، والليمون المعصفر اهو، وخيارنا مقرمش جميل اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.